يعطيكم العافية. اليوم رح نكمل بالدرس السادس في الجغرافيا، الصف التاسع، الوحدات التدريسية في سوريا. معكم الأستاذ علي مي. نبدأ بصفات المنطقة الساحلية في سوريا، حيث تشغل الجهة الغربية من سوريا ممتدة بين خليج السويدية شمالا حتى مصب نهر الكبير الجنوبي جنوبا، ويلي الساحل سهول ساحلية تكونت بواسطة الحد والترسيب الشاطئي ولحقيات المجاري المائية المقطعة لهذا الشريط. وتتباين صفات الساحل والسهول الساحلية بين شمال مدينة اللاذقية وجنوبها. إذن الساحل السوري هو محصور بين البحر المتوسط وامتداد السلسلة الجبلية الغربية، لذلك الشريط غالبا ضيق مثل ما نلاحظ، والسواحل تتعرض لأمواج وتيارات متوسطية تشكل الشواطئ والحدود الصخرية. طبعا مناخها معتدل شتاء وصيفا وأكثر رطوبة من الداخل، فهناك غطاء نباتي جيد على بعض المساحات، وتوجد منافذ وموانئ مثل اللاذقية وطرطوس، وجزر صغيرة مثل جزيرة أرواد. طيب نأتي إلى الساحل في شمال مدينة اللاذقية، حيث يكون الساحل صخري مرتفع كثير التعاريج والرؤوس والخلجان، وأهمها خليج السويدية الواقع بين رأس الخنزير ورأس البسيط. وهناك السهول الساحلية ضيقة عموما في هذه المنطقة. لماذا تكون ضيقة؟ لأن سلسلة الجبال الغربية تقترب من البحر هناك فتضيق الشريط الساحلي. بينما في جنوب مدينة اللاذقية فإن السهول الساحلية تكون واسعة، كما هو الحال في سهول جبلة والساحل رملي قليل الارتفاع وقليل التعاريج، وتظهر أمامه جزيرة أرواد. إذن لماذا جنوب مدينة اللاذقية السهول الساحلية تكون واسعة؟ لأن في الجنوب تبتعد الجبال قليلا عن الشاطئ، فتتراكم رواسب الأنهار والبحر، وهون تتكون سهول شاطئية أوسع قابلة للزراعة والإنشاء. طبعا في عنا هون مقارنة بين المنطقة الساحلية لشمال اللاذقية والمنطقة الساحلية لجنوب اللاذقية. ما هي الصفات العامة للمنطقة الجبلية الغربية والشرقية في سوريا؟ إذن بداية يغلب عليها الصخور الكلسية، وتتألف من سلسلتين متوازيتين ساحلية وداخلية، والسلسلتان تتجهان من الشمال إلى الجنوب، وتنحدر سطوحهما بشدة نحو منطقة المقعرات والحفر الانهدامية الواقعة بينهما. وقد تعرضت هذه السلاسل أو السلسلتان لحركات التوائية وانكسارية أدت لتشكل سلسلتين جبليتين متوازيتين. فالسلسلة الغربية اللي هي سلسلة الساحل وجبال لبنان تعتبر جبال التوائية وممتدة، وتتأثر بالبحر بشكل قوي جدا، تكون أمطارها أكثر ونشاطها زراعي ممتد مثل زراعة الليمون والزيتون. بينما الشرقية مثل جبال القلمون ومرتفعات حلب وحماة تنخفض فيها الأمطار، وتضاريسها تكون متجاورة بينها وديان، وغالبا صخورها متحجرة وانكسارية. ننتقل إلى سهل الغاب وسهل العمق. إذن يمتد سهل الغاب بطول 80 كيلومتر وعرض متوسط قدره 12 كيلومتر، ويعد مع سهل العمق من حيث البنية جزءا من الانهدام الآسيوي الإفريقي، حيث سهل الغاب يمثل حوض رسوبي محاط بالجبال تجمع فيه مياه الجريان التي تكون قادمة من الجبال، فتكون تربة طمية أو طينية جيدة. قد يكون عرض السهل محدود، ولكنه مهم جدا زراعيا. ننتقل إلى سلسلة الجبال الغربية غربي سوريا، حيث تتألف من جبال الأمنوس أعلاها والباير والبسيط والأقرع، وجبال اللاذقية التي تنتهي عند نهر الكبير الجنوبي. وسلسلة الجبال الشرقية الداخلية التي تمتد حتى منخفض الحولة، وتتألف من جبال حلب وسمعان وحارم والزاوية، وسلسلة لبنان الشرقية والحرمون التي فيها جبل الشيخ، وفيها أعلى قمة ويبلغ ارتفاعها 2814 متر، وتتفرع عن سلسلة جبال لبنان الشرقية جبال القلمون.
ننتقل إلى حوضة دمشق، حيث تعد منطقة منخفضة عما حولها من المرتفعات، وتقع أو تحيط بها من الغرب جبال الحرمون، ومن الشمال قاسيون والقلمون، ومن الشرق أطراف البادية، ومن الجنوب هضبة حوران البركانية. وتقسم إلى قسمين: قسم غربي خصب يسمى غوطة دمشق، وقسم شرقي أقل خصوبة وارتفاعا ويسمى المرج. إذن تعد أرض خصبة جدا، ويوجد فيها شبكات ري تقليدية ومراكز زراعية وحضارية منذ القدم، ولها دور في تزويد دمشق بالمنتجات الزراعية. ننتقل إلى هضبة حوران البركانية، حيث تكون بين حوضة دمشق والحرمون من الشمال، ومن الغرب وادي الأردن، ومن الشرق تندمج بالحماد. ومن أقسامها: في الشرق جبل العرب الذي يبرز فيه تل اللجينة أو تل القنية البركاني على قممه 1809 متر. وفي الوسط سهل حوران، وهو سهل منبسط متموج تغطي أجزاء منه صبات بركانية كاللوجات في الشمال. وفي الغرب هضبة حوران إذ تنتهي بجروف قاسية عند بحيرة طبرية. الهضبة الشمالية الغربية في سوريا كما نلاحظ في الخريطة، حيث تمتد بين سلسلة الجبال الشرقية الداخلية غربا ووادي الفرات شرقا، وتلامس جنوبا أطراف السلاسل التدمرية. وتعد سهول حلب وحما وحمص التي تشتهر بزراعة القطن من أهم سهولها، حيث قامت في هذه الهضبة حضارات قديمة أيضا كحضارة إبلا. بينما سهول الجزيرة والفرات في سوريا فهي تمتد شمال شرق سوريا بين نهري دجلة والفرات، وتشمل سهول الفرات اللي هن سهل الفرات الأوسط والشمالي، وسهول الجزيرة اللي هو حوض الجزيرة. وتقسم إلى سهول نهرية في مصبات الفرات وأراضي رسوبية واسعة مناسبة لهذه الزراعة. أقسامها يقسمها جبلا عبد العزيز والسنجار إلى قسمين: الجزيرة العليا في الشمال مثل ما حكينا، والجزيرة الدنيا في الجنوب اللي هي بادية الجزيرة. البادية السورية. إذن صفات البادية السورية: تعد سطح متدرج بين سهول وهضاب ومنخفضات، وهي قليلة الأمطار، وتربتها فقيرة، ودرجات حرارة فيها مرتفعة. وتعد أكثر المناطق الجغرافية السورية اتساعا، وتخدد سطحها أودية سيلية تنتهي إلى نهر الفرات أو إلى أحواض مغلقة، بعضها ذو أهمية كبيرة كحوضة تدمر. إذن أهميتها: تعد غنية بالموارد الطبيعية والملح من صبغة الموح والثروات الباطنية كحقول الغاز ومناجم الفوسفات. وتعد منطقة هامة للرعي ومناطق لترشيد تربية المواشي، وأن بعض الواحات والوديان الداخلية فيها تسمح بالزراعة المحلية. تقع البادية السورية تمتد من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي، مشكلة الحدود السورية مع كل من الأردن والعراق، ويفصلها نهر الفرات عن الجزيرة السورية، وتتداخل مع حوض دمشق وهضبة حوران في الجنوب الغربي. وتقسم إلى 4 أقسام: أولا بادية الجزيرة تكون شمال نهر الفرات، وبادية الشام تكون جنوبه، والحماد في الجنوب أيضا، والجبال التدمرية في الوسط.